يا جماعة الخير، سؤال اليوم مهم لكل مستثمر في الخليج. هل فعلا مؤشر السوق السعودي تداول All Share Index صار undervalued هالفترة؟ وهل في فرصة ذكية قبل ما يتحرك بقوة؟ خلونا نفككها بهدوء. أول شيء لازم نشوف مكرر الربحية PE ratio. كثير من الأسهم القيادية في السوق السعودي تداولها صار عند مكررات أقل من متوسطها التاريخي، خصوصاً بعد التصحيحات اللي صارت بالفترة الماضية. ولما نقارن المكرر الحالي بمتوسط آخر 5 إلى 10 سنوات، نلقى إن في شركات قوية أساسياً تتداول بخصم واضح، وهذا يعطي إشارة إن السوق مو مبالغ فيه مثل ما البعض متخوف. لكن لازم نكون أذكى ونفهم الصورة كاملة، لأن المكرر لحاله ما يكفي إذا الأرباح ممكن تنضغط مستقبلاً. وهنا يجي دور النفط. ما نقدر نتكلم عن السوق السعودي بدون ما نربطه بأسعار النفط. العلاقة بينهم واضحة تاريخياً. لما النفط يستقر فوق مستويات قوية أو يبدأ موجة صعود، السيولة تتحسن، الفوائد تزيد، المشاريع تكبر، والثقة ترجع للسوق. وإذا شفنا أسعار النفط محافظة على مستويات جيدة أو عندها قابلية للصعود، فهذا يدعم أرباح الشركات، خصوصاً البتروكيماويات والبنوك والقطاعات المرتبطة بالإنفاق الحكومي. لكن لو النفط تراجع بقوة، طبيعي السوق يتأثر نفسياً وفعلياً. النقطة الثالثة والأهم اللي كثير ناس يغفلون عنها هي تحركات المؤسسات. سمارت ماني دايم يدخل بهدوء قبل ما يتحرك السوق بقوة. وإذا لاحظنا زيادة في ملكيات الصناديق أو ارتفاع أحجام التداول في أسهم معينة بدون ضجة إعلامية، هذه غالباً تكون إشارة تجميع، خصوصاً إذا كانت في شركات قيادية ذات توزيعات قوية. والمؤسسات عادة ما تدخل إلا إذا شايفة تقييم جذاب على المدى المتوسط والطويل. السؤال، هل السوق undervalued؟ أقدر أقول إن في أجزاء من السوق فعلاً صارت بأسعار مغرية مقارنة بأساسياتها، لكن مو كل السوق. لازم تنتقي بعناية، تراقب النفط، تتابع نتائج الشركات، تشوف وين تتحرك السيولة المؤسسية. وأنا أخوكم أسلم الدين من قناة كويت ماني هاب أقولها لكم بصراحة، الفرص ما تجي بصراخ، تجي بهدوء، واللي يقرأ الأرقام صح قبل الزحمة غالباً يكون هو الرابح. بس دايما تذكر، لا تدخل بكامل سيولتك مرة واحدة. قسم دخولك وخل قراراتك مبنية على تحليل مو عاطفة.